وقعت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية صفقة مع وزارة الانتقال الطاقي المغربية، فتحت بموجبها المملكة أبواب التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر وإنتاجه أمام الإسرائيليين. وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لنيوميد في بلاغ للشركة الإسرائيلية إنه منذ فترة طويلة أدركنا إمكانات هائلة في المغرب للتعاون في كل من قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وحسب نيوميد سيتم تخصيص حصة 37.5% لكل شركة في منطقة بوجدور أطلنطيك، بينما ستمتلك الوزارة المغربية النسبة المتبقية البالغة 25%. وأضافت الشركة أن رخصة بوجدور أطلنطيك قائمة في الجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية المغربية البحرية، وتمتد لمدة 8 سنوات. وستمكن الاتفاقية البلدين من إجراء تحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية وإجراء عملية حفر استكشافية بحلول منتصف عام 2025. وشركة نيوميد إنرجي المعروفة سابقا باسم ديليك دريلينج هي شركة للتنقيب عن الغاز والنفط. وقالت نيوميد إنرجي التي تأسست عام 93 دخلت التاريخ من خلال اتفاقيتها غير المسبوقة مع مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، والتي عززت السلام وزادت الاستقرار في الشرق الأوسط. بعد التوقيع على اتفاقية إبراهيم بواسطة الولايات المتحدة في دجنبر 2020، استمرت العلاقات بين المغرب وإسرائيل في الزيادة بشكل كبير في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة. ويعمل المغرب على إعداد أطلس حول المؤهلات النفطية للبحر الأطلسي على مستوى الواجهة البحرية نفسها، بالإضافة إلى إعادة معالجة 2600 كيلومتر من الاهتزازات ثنائية الأبعاد بوسائل المكتب، مع تحيين الوثائق المرجعية للملف المقدم من طرف المغرب من أجل تحديد جرفه القاري الأطلسي. وفي المناطق البحرية أشارت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى أن شركة شاريوت النفط والغاز ستقوم بمسح ومعالجة 1000 كيلومتر من الاهتزازات ثنائية الأبعاد بمنطقة رصانة البحرية. ويهدف المغرب من وراء دخوله السوق الدولية إلى الحصول على الغاز الطبيعي أولا، ثم إنشاء بنية تحتية تسمح بالحصول على طاقة تنافسية في إنتاج الكهرباء لفائدة القطاع الصناعي. وأمام إعلان السلطات الجزائرية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب، تدرس المملكة خطة تفعيل خيار وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز، وهي تقنية تعتمد أساسا على البواخر لنقل وتخزين الغاز السائل وتوجيهه إلى سوق الاستهلاك.